كان هناك الكثير من الأحداث المثيرة. على سبيل المثال، ذهبت مرة إلى المنطقة التي اخترق فيها الإسرائيليون فيما بعد الدفاعات بين البحيرتين، وهي بقعة رجراجة في منطقة قناة السويس تم اختراقها لاحقا في عام 1973. كنت في عام 1971 أشعر بأن الإسرائيليين يمكن أن يستخدموا هذه الفجوة بين الجيشين الثاني والثالث، وسعيت إلى وضع تغطية وحماية هناك. ذهبت وتفقدت الموقع، فرأيت أن المصريين وضعوا هناك كتيبة كانت قد جاءت من الكويت. الكتيبة عندنا تتكون عادة من 500 إلى 600 عنصر، أما هذه الكتيبة فكانت تضم ما بين 1500 إلى 2000 عنصر. كلهم كويتيون؟ نعم، كويتيون، كتيبة كويتية، علما بأن لدى كل ضابط 3 من العاملين على خدمته يغسلون قدميه ويعدون له الطعام، فليست هناك تغذية مركزية. كل واحد يتلقى مخصصات طعام ويأكل على هواه، ولكل جندي في الكتيبة أجير يخدمه من المتعاقدين. الضباط يقيمون في خيام ولديهم ثلاجات ومكيفات هواء وكل مستلزمات الحياة. رأيتم هذه القوات بنفسكم؟ نعم، لأول مرة أرى مثل هذه القوات، وأدركت أن هذه القوات المدللة من المأجورين ليست قادرة على خوض المعارك بالشكل المطلوب. وبالفعل فقد لاذوا بالفرار مع أول إطلاق للنار من قبل القوة الإسرائيلية. وللحقيقة كان هناك كثير ممن أثروا واغتنوا من الحرب. ذات مرة فقدت الدفاع عن بورسعيد، وخصوصا ضد الغطاسين، فهناك 5 أو 6 سفن سوفيتية ويجب حمايتها من هؤلاء الغطاسين.